طب ليه بتفكري تشتريها لما انت ممكن في البيت بكل سهولة ومكونات بسيطة جدا تقدري تعمليها، والنتيجة بجد وهمية وتحفة. السمسمية القمر كلنا بنحبها كبار وصغيرين، طبعا هي البطلة في علبة حلاوة المولد. النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا ومكونات بسيطة جدا. ولو أول مرة تشوفي الفيديو وبتشوفيني من على الفيس متنسيش تعملي لي متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. لو بتشوفيني من على اليوتيوب اعملي لي اشتراك للقناة. وتعالوا نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو ونشوف عملنا السمسمية القمر اللي قدامنا دي ازاي. اول حاجة علشان تعملي السمسمية لازم تحضري الصاج اللي انت هتشتغلي فيه. المقاس اللي يناسبك هيفرق معاكي في ايه، هيفرق معاكي في ارتفاع السمسمية، عايزاها رفيع او عايزاها تخينة. بدأت جبت الصاج كده اهو ودهنته كويس جدا بالزيت، وبدأت ان انا ابطنه اما بورقة زبدة او بكيس حراري زي ما انا عاملة، او لو مش موجود عندك استخدمي كيس تلاجة، مش هنقول لا كله ماشي. برضو بتدهني كده الكيس بالزيت كويس جدا علشان تتأكدي ان السمسمية بتاعتك مش هتلزق ولا هتحصل فيها اي مشكلة نهائي. حضرنا الصاج بتاعنا كده وبقى جاهز، يلا ندخل على عمايل السمسمية. هاتي طاستين وحطي الطاستين على النار، على نار هادية، انزلي في واحدة فيهم بنص كيلو من السمسم. السمسم لازم يبقى نوعية كويسة ونوعية نظيفة، لأن السمسم هو المكون الأساسي في أعمال السمسمية، فلازم يبقى النوعية بتاعته نظيفة، طعمه كويس، ولازم تتأكدي إنه طعمه كويس. في الطاسة التانية نزلنا 125 جرام من السكر بما يعادل كوباية إلا ربع، عليهم 125 جرام من المية بما يعادل برضو كوباية إلا ربع. بعد ما يوصلوا لمرحلة الغليان بضيف عليهم 125 جرام من عسل الجلوكوز. لو مش موجود عندك عسل الجلوكوز ممكن تستبدليه بمعلقتين من عسل النحل، وممكن تستغني كمان عنه نهائي مفيش مشكلة، بس هندي عصرة نص ليمون. بنقلب المكونات كويس جدا لحد ما نتأكد ان العسل بدأ يدوب بالشكل اللي احنا شايفينه. وطبعا ايدينا في السمسم ما ننساهوش من وقت للتاني، لازم نقلب فيه علشان عايزين السمسم بتاعنا يسخن كويس جدا. دلوقتي بعد مرور 7 دقايق او 8 دقايق هعمل اختبار للعسل بتاعي واشوفه هل هو استوى ولا لسه. بجيب بولة صغيرة وفيها مية بتلج وباخد كده نقطتين من العسل بتاعنا وابدأ اختبر هل وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها ولا لا. هنا كنت عملت المرحلة الاختبار الاول، عامل معايا كرة، بس الكرة بتاعتي لسه لينة وطرية، ودي مش هي المرحلة اللي انا عايزاها. هسيبه يغلي كمان دقيقتين وارجع اعمل الاختبار مرة تانية. وبرضو باخد نقطتين من العسل بتاعي وانزل كده في البولة اللي فيها المية الساقعة واحاول ان انا اجمع الكرة. شايفين هنا القوام نفسه باين جدا ان هو تقل نازل من المعلقة بتوع، عمل معايا عرق. بس انا لسه هختبره هشوف كده، هجمع الخليط اللي نزل في المية الساقعة وهبدأ ان انا اكوره واعمله كده هو كرة. هشوف الكرة القوام بتاعها عبارة عن ايه. شايفين الكرة هنا انا بوريها لكم كده، الكرة دي لسه عندي لينة، ما ينفعش برضو نهائي. لو عملت في المرحلة دي هتبقى السمسمية عندي طرية جدا وبتلزق وتلت وتلزق في الضروس وهتبقى مش متظبطة نهائي. وده كان خلاص بعد مرور بالظبط حوالي 12 دقيقة. طبعا واضح جدا الرغاوي زادت وبدأ شكل العسل ان هو يبان ان هو مستوي، يعني اول مرحلة في الاصفرار. نزلت كده برضو بنقطتين وبدأت اجمع الكرة هنا عندي بمجرد ما بمسكها بتتكسر مني، كده عرفت ان انا وصلت للمرحلة المظبوطة. في الوقت ده بتهدي النار تماما على اقل درجة على العسل وبتبدأي تنزلي بالسمسم اللي احنا طبعا كنا مشغلين عليه النار وبنقلب فيه من وقت للتاني. لازم السمسم بتاعك يبقى سخن، لان السمسمية بتقفش بسرعة جدا جدا. لو نزلتي بالسمسم بارد هتقفش معاكي وهتنشف ومش هتعرفي ان انت تتحركي فيها او تتصرفي فيها. بعد ما نزلت كده هوت بالسمسم على العسل اللي انا كنت عملته ببدأ ان انا اقلب بسرعة. طبعا الخطوة دي لازم تعمليها بسرعة جدا جدا. بنقلب كده لحد كل السمسم ما يتغلف تماما بالعسل الجلوكوز اللي احنا سويناه. تمام. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير والمتابعة والاشتراك للقناة. كده بخلص كل المرحلة دي، وطبعا زي ما انا قلت عندي النار هادية جدا بالظبط شمعة، وفي نفس الوقت بقلب لحد ما احس كل السمسم اختلط تماما مع العسل. دلوقتي هناخد الطاسة بتاعتنا القمر دي وهي سخنة كده وبسرعة جدا جدا، ونروح على الصاج اللي احنا كنا عاملينه وبنبدأ نصب في الخليط في الصاج. شايفين زي ما انا بقول بتقفش بسرعة، شايفين الجزء اللي قفش ده طبعا مش هنرميه، هنروح ندفيه على النار ونرجع ان احنا نحطه تاني في الصاج، مش هتحصل فيه اي مشكلة. فعلشان كده دايما بقولك اشتغلي طبعا الخطوة دي بسرعة جدا.
بدأت ان انا اصب كده، ودلوقتي هنبدأ ان احنا نساوي ونفرد السمسمية بتاعتنا في الصاج، وبتفرديها باي حاجة موجودة عندك. انا هنا استخدمت كوباية، ممكن تستخدمي لو عندك نشابة صغيرة، ممكن معلقة، ممكن يكون عندك صاج في المقاس اصغر من الصاج اللي انت مستخدماه، بتضغطي برضو بالسمسم، وبتبدأي تقطعي بالشكل اللي انت شايفاه كده، او الشكل اللي يناسبك بالحجم اللي يناسبك. لازم تشتغلي فيها وهي سخنة، لو ما اشتغلتش وهي سخنة مش هتعرفي نهائي تقطعيها، وهتاكليها قرص واحد كبير كده بقى تتصرفي فيها. بعد ما بتقطعيها كلها بالشكل ده، طبعا لازم تسيبي السمسمية بتاعتك لحد ما تبرد تماما، بس اهم حاجة طبعا تكوني قطعتيها. خطوات السمسمية سهلة، ما فيهاش اي صعوبة، سهلة جدا جدا. بس اهم حاجة في الجزء الاخير اللي هو من بعد تسوية العسل لحد الصب والتسوية والتقطيع، لازم تشتغلي فيه بسرعة جدا. بعد ما خلصت كده تقطيع السمسمية، طبعا لازم نسيبها تبرد تماما لحد ما نبدأ ان احنا نشيلها من الصاج. هنا خلاص كانت بردت، وطبعا هي مسكت في ساعتها يعني، فخلاص بقى ما اخدش ساعتين وخلاص كانت بردت. شايفين شكلها قد ايه قمر. الكيس الحراري بيسهل عليا ان انا اخرج السمسميه من الصاج، ما تبقاش لازقه فيه. شايفين قد ايه قمر. وطبعا الوصفه الناجحه والمقادير المظبوطه بتبقى باينه. شايفين بمجرد ما بتمسكيها بتخرج معاكي بكل سهوله. شايفين بتتكسر ما شاء الله، تحفه حرفيا، احلى بكتير من اللي انت بتشتريها من بره وانضف. اهم حاجه عندك اللي هو نوعيه السمسم. شايفين قمر بجد، قمر يعني، زي اللي انت بتشتريها من من المحلات الفخمه، من المحلات الكبيره. طبعا هتشتريها باسعار وهميه خرافيه. لا، النهارده عاملينها بتكلفه بسيطه جدا. انا جبت نص كيلو سمسم، من الكيلو كان ب160، انا جبت نص. طبعا ليكي تعملي اكتر، ممكن تعملي اقل، على حسب امكانياتك وعلى حسب احتياجات اسرتك. بتعملي طبعا الكمية يعني ما شاء الله جميلة جدا. الطعم بجد جميل، حرفيا احلى بكتير من اللي بتشتريها من بره. دي كانت الوصفة بتاعتي، وكانت السمسمية القمر اللي انا كنت عملتها معاكم النهاردة. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالتشجيع واللايك والشير، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.